غالبا في موسم الجفاف ولما الميه بتقل بيكون ده الوقت المناسب للتزاوج، ده الوقت اللي ما فيهوش تيارات ميه شديده ونقدر نحافظ فيه على البيض. وقتها الذكر بيفرز لعاب من بقه بيعمل بيه بيت من الفوم، البيت ده اللي هيكون في البيض بعد كده يخليه قريب من سطح الميه عشان يتنفس اكسجين كويس. الانثى ممكن تبيض من 1000 ل 12000 بيضه تقريبا، وده لان عدد النجاه بيكون قليل جدا. الذكر في الوقت ده بيكون بيحرس العش وبيستخدم كهرباء خفيفه عشان يحمي العش من اي مفترس بيقرب. بعد كام يوم بس البيض بيفقس وبيطلع الصغار عندهم كهرباء ضعيفه جدا ما تاذيش حد، لكن مع النمو الخلايا الكهربائيه بتزيد واحده واحده لحد ما يوصلوا لقوه البالغين. هو اصلا بيوصل لسن البلوغ من 3 ل 4 سنين وبيعيش من 10 ل 15 سنه، ممكن اكتر شويه لو عايش في بيئه امنه. ومن ابداع خلق ربنا ليه ان الكائن ده مش بيكهرب نفسه، الكهرباء متصممه جواه ان هي تطلع لبره مش لجوه. ثعبان البحر الكهربائي ما عندوش سم ولا انياب ولا مخالب، لكن عنده طاقه ربنا هداه وعلمه ازاي يستخدمها، ازاي وفين وامتى يستخدمها للدفاع او للرصد او للصيد. وده يمكن درس حقيقي لينا ان القوه الحقيقيه مش في العنف، في انك تقدر تستخدم المتاح ليك.